كرة القدم مش مجرد رياضة، فهي بالنسبة لنا حياة وشغف وانتماء. لكن لو جيت تدور على أهم عنصر بيخلي اللعبة ممتعة وليها أهمية، مش هتلاقيه في النجيلة ولا في الخطط والتكتيكات، لا هتلاقيه في المدرجات، في الجمهور. الجمهور هو القلب النابض لأي فريق، هو اللي بيحول اللحظات العادية لذكريات خالدة، هو اللي بيخلق الأجواء. ومش هكون ببالغ لو قلتلك أوقات هو اللي بيجيب الفوز، هو اللي بيخلي الفوز أحلى والخسارة طعمها أقل مرارة. من غير الجمهور الكرة بتفقد معناها، والماتشات بتبقى مجرد تمارين بس على أرض واسعة. وأقرب مثال لده في موسم 2020-2021، أيام الوباء اللي انتشر وقتها والماتشات اللي اتلعبت بدون جمهور، واللي يعتبر محدش هيفتكرها أصلا. يعني لو رحت سألت واحد عن مثلا دوري الأبطال 2021 مش هيفتكره، مقارنة بدوري الأبطال 2018 أو 19 اللي قبله بس على طول بسنة. لكن الجمهور هو اللي بيدي الماتش طعم، وإلا على كده كل الأندية هتبقى أندية شركات زي ما حاصل عندنا دلوقتي في الدوري المصري. وعبر التاريخ بقى شفنا إزاي جماهير الفرق العريقة كانت سبب في انتصارات فرقها، وإزاي كانت مصدر إلهام والدافع للاعبين اللي هم يعرقوا وما يستخسروش نقطة عرق واحدة في حق النادي. ومن هنا ظهر مفهوم الالتراس، مجموعات مشجعة بتنظم نفسها في صوت واحد وبتتحرك تحرك واحد، مش بس بتحب فريقها لكنها بتعيش عشانه وبتلف وراه العالم كله وبتدافع عنه مهما كانت الظروف. وفي مصر تحديدا واحدة من أقوى المجموعات اللي سطرت اسمها بحروف من نار في عالم التشجيع، وهي ألتراس أهلاوي. وده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، اللي هنحكي فيه الحكاية كلها من البداية للنهاية. وهل للسياسة دخل في حل الألتراس ولا لأ؟ كل ده هنعرفه في الفيديو النهارده باذن الله. فيلا ما نطولش في المقدمه، قوم هات حاجه تسليك سواء اكل او شرب، عشان هنحكي النهارده باستفاضه وهنستمتع بحكايه واحد من اقوى روابط التشجيع في الوطن العربي ان ما كانش في العالم كله. بس قبل ما نبدا ما تنساش لايك وسبسكرايب في القناه وشير للفيديو في كل حته، عايزين نكبر بعيلتنا ان شاء الله. وهتلاقي في الديسكريبشن لينك التيك توك بنزل عليه ريلز ومعلومات سريعه والحوارات دي بشكل شبه يومي. وفولو انستا بالمره في الطريق، وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا فلنبدأ. في البداية ألتراس مش مجرد كلمة، لا دي ثقافة وعقلية بيعيش معاها الشخص. وظاهرة مجموعات الألتراس المشجعة للفرق العالمية ظهرت في كرة القدم. في إيطاليا بدأت ظهورها في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، بعد ما استلهموا الفكرة من الهوليجانز اللي كان في بريطانيا في الوقت ده بالتحديد يعني. والظاهرة دي كمان لقت الطريق ممهد ليها في إيطاليا بعد ما كانت مليانة مشاكل سياسية واقتصادية واضطرابات العمال، وكل ده كان في نهاية الستينات. وعلى سبيل المثال في أواخر الستينات اتأسست مجموعة ألتراس معناها القوة العمالية، وده كان اسمها بالانجليزي، وكانت ليهم اهداف سياسيه وفي نفس الوقت تشجيع فريقهم. فلقى المدرجات الموجوده خلف المرمى مكان للاجتماع. في نهايه السبعينات ظهرت الالتراس بدات تنتشر بشكل اكبر في ايطاليا، وتعتبر مجموعه رينجرز مشجعي نادي امبولي هي اول مجموعه التراس بالقوانين الجديده وقتها، واللي كانت مختلفه عن هوليجانز بريطانيا. وبدات بقى تتكون بعد كده مجموعات كتير في ايطاليا، وبدات الظاهره تنتشر بره ايطاليا وبره اوروبا كمان. والكلام ده كان في بدايه الثمانينات. وكل المجموعات اللي اتكونت كان ليها اسم يوحي بالحرب او القتال او العنف، ولكن لو كانت المجموعات دي اتكونت بس لاجل العنف ما كانش زمانها مكمله لحد النهارده. وخليك معايا معلش في الكلمتين دول عشان بنمهد للي هنحكيه قدام. في ايطاليا حاليا هي اشهر رابطتين هما الكورفا سود جمهور الميلان والكورفا نورد جمهور الانتر. وفي امريكا الجنوبيه التشجيع حاجه تانية، فعندك جمهور بوكا جونيورز لا 12، المجموعه اللي بتهز ملعب البومبونيرا خصوصا وقت الديربي ما بين بوكا جونيورز وريفر بليت. وفي الناحيه التانية في اوروبا، رغم ان انجلترا ما عندهاش التراس بنفس الشكل، الا ان مدرج الكوب في انفيلد هو مثال حي على قوة الجمهور. وأغنية You Will Never Walk Alone بقت نشيد كروي عالمي. أما في فرنسا عندك مثلا ألتراس مارسيليا من أشرس المجموعات الموجودة ودايما في نزاع مع الإدارة. أما نيجي بقى في الوطن العربي هتلاقي إن بدأت ظاهرة الألتراس في دول المغرب العربي، واللي كان النادي الأفريقي التونسي هو أول نادي عربي بيأسس الألتراس تحت مسمى الأفريكانز وينرز عام 1995. وانتقلت الفكرة بعد كده للمغرب بحيث موجود فيه تقريبا 50 مجموعة تشجيع. نيجي بقى لمصر وتحديدا عام 2007 ميلاد أقوى رابطتين ألتراس في الوطن العربي كله، واللي استمرت لفترات طويلة من أقوى الروابط. بداية من شهر مارس مجموعة ألتراس وايت نايتس الخاصة بنادي الزمالك، وبعدها في شهر إبريل ميلاد مجموعة ألتراس أهلاوي على يد القائد عمرو فهمي رحمة الله عليه. وبعدها بعدة أشهر وتحديدا في شهر نوفمبر اتأسست مجموعة ألتراس ديفلز بقيادة محمود غندور الله يرحمه، وكان أحد شهداء مجزرة بورسعيد. وكان في ميزة في تكوين رابطة الألتراس إنها بتنظم نفسها عشان تحضر ماتشات للمنتخب ويكونوا إيد واحدة، سواء أهلاوي أو زملكاوي، أو بمعنى أصح سواء
سواء اهلاوي وديفلز او وايت نايتس، ايام التشجيع اللي بجد والمتعه الكرويه اللي كانت حاضره في المدرجات قبل ما تكون في الملعب. تركيزنا في الفيديو النهارده على التراس اهلاوي، واللي كان عباره عن اعضاء من خريج الكليات والعمال والشباب من كل فئات المجتمع المصري، واللي كان شعارهم توجذر فور ايفر. ومن وقت تاسيسها اتميزت مجموعه التراس اهلاوي بادخال تقاليد جديده في عالم التشجيع، زي استخدام التيفوهات والعروض البصريه وكمان الاغاني والهتافات المميزه. الامر اللي ما اقتصرش بس على دعمهم لفريق الكوره، ده كمان في ماتشات فرق النادي في الرياضات المختلفه سواء يد، طايره، سله. فيلا بينا نروح لعالم التراس اهلاوي بالتفصيل الممل. الفكرة بدأت في شهر فبراير عام 2007 بين مجموعة صحاب مع بعض، وبيشوفوا اللي بيحصل بره في الروابط وعايزين يعملوا حاجة شبه كده في مصر، وهم مش أحسن مننا في حاجة. يوم 24 مارس عام 2007 تصميم أول بانر رسمي لمجموعة التراس أهلاوي، واللي اكتمل فعليا يوم 9 إبريل عام 2007. وفي أول سنة ليهم في الملاعب أبهروا العالم كله. وزي ما قلنا إن وايت نايتس كانت تأسس قبل أهلاوي، ولكن الحضور الرسمي الأول لالتراس أهلاوي كان قبل وايت نايتس، واللي كان في مباراة ضد إنبي يوم 13 إبريل عام 2007. وعلقوا وقتها بانر التراس اهلاوي، البانر الرسمي للجروب، رغم تعنت الامن ورفضه انهم يعلقوا البانر، ولكن في النهايه اتعلق والمباراه انتهت 2-0 لصالح الاهلي. وتاني يوم على طول كان اول حضور ليهم في صاله استاد القاهره المغطاه في نهائي دوري الطايره 5 مايو 2007. لاول مره في تاريخ مصر جماهير الاهلي المتمثله في التراس اهلاوي بتقول اعتراض في قمه الاحترام على تصرفات الاداره اللي هي اداره الاهلي يعني في تذاكر مباريات برشلونه. واترفع وقتها 3 يوفط سودا في اول 10 دقائق من ماتش بتروجيت في كاس مصر، وكان وقتها بدون اي اهانات او خروج عن النص، وتعاملوا مع الاداره بكامل الاحترام وعاتبوهم بشكل متحضر جدا، وده كان قدوه لاي جمهور تاني. فرابطه الالتراس ما فضلتش واقفه تتفرج او تطبل لاي حد، بالعكس هم وقفوا في صف المشجع الاهلاوي الغلبان، وكان دايما مبداهم مبدا واحد وهو الحريه، واللي في نفس الوقت ما تعداش حدوده او اصطاد في المايه العكره عشان يآزر الاعلام انه يهدد استقرار الاهلي. 20 مايو 2007 اول استعداد للجروب عشان يحضروا بروفا لماتش تاني يوم 21 مايو عشان تكون اول دخله في تاريخ الالتراس. وفي 25 مايو اول ظهور للالتراس بره القاهره وتحديدا في الاسماعيليه وقت احتفاليه الدوري. 2 يوليو 2007 وقت استعداد التراس اهلاوي انهم يتجمعوا ويعملوا دخله لماتش نهائي الكاس قدام الزمالك، ولكن للاسف قبل الماتش ب 48 ساعه بعض اعضاء الجروب بيخالفوا اتفاقهم وبيحطوا باقي الافراد في موقف محرج، وبدل ما يخططوا كلهم لدخله تليق بالحدث التاريخي ده اللي هو نهائي الكاس قدام الزمالك والاستاد مليان، بقى قدامهم 48 ساعه بس يفكروا ويجهزوا دخله عشان النهائي ما يكونش بلا دخله. والمقصد بكلمه دخله لاخواتنا العرب هي الجلادات والحركات اللي بتتعمل دي عشان تخلي المدرج كله حته واحده، سواء هيرسموا رسمه او هيرفعوا بانر او يعملوا صوره زي الصور اللي ظاهره قدامكم طوال الفيديو. 28 اغسطس 2007 اول دخله خارج القاهرة، وكانت في استاد الماكس في اسكندرية، مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود الدوري، وكانت دخلة خاصة بالمرحوم محمد عبد الوهاب في ذكرى وفاته الأولى. 17 سبتمبر 2007 في استاد القاهرة مباراة الديربي قدام الزمالك، دخلة وي ار ايجيبت. 27 اكتوبر 2007 اول رحله لاعضاء التراس اهلاوي بره مصر، اكتر من 20 عضو من التراس اهلاوي بيسافروا لتونس ورا النادي الاهلي لتشجيع فريقهم في حدث هو الاول في تاريخ جماعات التشجيع في مصر ان عدد زي ده يسافر ورا فريقه بغرض معين وهو التشجيع. تعالوا ناخدكم لفاصل اعلاني سريع عن سبونسر حلقه النهارده وهو كيك اوف ستور، اللي بيع جميع المستلزمات الرياضيه اونلاين، تيشيرتات كوره تلاقي، تراكات تلاقي، تحت كل الخامات بكل الاسعار عشان نناسب كل الناس، وعاملين خصم مخصوص للي هيخش يطلب اوردر من الفيديو ده. عشان تستفيد بالخصم هتلاقي سايب لك اللينك في الديسكربشن، خش اطلب اوردر وقول لي فيه انك جاي من فيديو اليوتيوب وانا هعمل لك الخصم. ومتاح عندنا طبعه اسم ورقم مخصص على تيشيرت البلاير، متاح توصيل لجميع محافظات مصر. ويلا مستني ايه؟ اللينك هتلاقيه في الديسكربشن، وكمان هتلاقي لينك جروب الواتس والتليجرام. وبس كده، يلا بينا نكمل. 1 نوفمبر 2007 وعلى الأراضي الإسماعيلوية التراس أهلاوي بيولع 20 شامروخ في وقت واحد وبيترمي أغلبهم في الملعب في منظر بايرو شو عظيم، وده ما حصلش قبلها خالص في مصر. وركز ده في 2007 عشان في لسه حدث زيه في 2009 بعدها، وده هنقوله كمان شوية. 9 نوفمبر 2007 دخلت نهائي دوري أبطال أفريقيا قدام النجم الساحلي في استاد القاهرة. 3 تيفوهات لكؤوس الأبطال السابقة والحالية محاطين بألوان القارة، هو الأحمر والأخضر والأصفر، عشان تقول للمنافس اللي مش معاه ولا بطولة اللي هو النجم الساحلي إنه بيلعب
هنلاعب بطل القارة لموسمين متتاليين 2005 و2006، لكن للأسف الفرحة مش بتكمل وبنخسر البطولة. 28 نوفمبر 2007 أول ظهور لألتراس ديفلز المختص بمدينة الإسكندرية وعلى استاد الإسكندرية في أول مباراة للفريق بعد خسارة أفريقيا، والألتراس بيكسر الرقم اللي حققه قبل كده في ماتش الإسماعيلي وبيولع 19 شمروخ وثلاث قنابل دخان في مشهد يخلي أي لاعب في الفريق ياكل النجيلة. ومن أول 2008 بقى بداية انطلاقة الألتراس في التيفوهات والدخلات، بداية التيفو الكامل قدام الزمالك في استاد الكلية الحربية باللون الأصفر كلمة أهلي AHLY، وباقي المدرج كان باللون الأحمر والأسود، مرورا بتيفو ماتش الزمالك اللي بعده اللي كان رسمة الهكسوس، اللي دخلت بقى ماتش القطن الكاميروني في نهائي أفريقيا واستقبالهم بالشماريخ، الأمر اللي أرعب الفريق الكاميروني. وده مش كلامي، لا ده كلام عام الناس محمد أبو تريكة. نخش بقى في 2009 والبداية يوم 3 يناير في إسماعيلية تاني مع أكبر أكشن شماريخ في تاريخ مصر كلها، حوالي 70 شمروخ بيتولعوا في الملعب، وحصل وقتها مشاكل كتير قوي بسبب الموضوع ده، غير ان جمهور الاهلي قعد بعد الماتش ساعات في الاستاد قبل ما يعرف يخرج منه بسبب الشغب اللي حصل وهجوم احمد شوبير والاعلام على التراس احلام. دول 70 شمروخ انا عديتهم، تخيلوا بقى لو العدد ده فرقع مره واحده يموت كام واحد. يوم 6 مارس الامن بيمنع دخول بانر الالتراس، واللي ادى لحدوث شغب كبير ما بين الطرفين الالتراس والامن. وفي شهر ابريل وبعد مباراه الاتحاد في الباسكت اتقبض على 4 مشجعين من افراد التراس اهلاوي و5 مشجعين من الاتحاد، وده كان بسبب اعمال الشغب في الماتش. زي ما بقول لكم حوالي 16 مشجع من النادي الاهلي القي القبض عليهم بالامس عقب مباراه الاهلي والاتحاد في كره السله، وحوالي 5 مشجعين من نادي الاتحاد السكندري، انه النيابه امرت بحبس كل واحد منهم 15 يوم على ذمه التحقيق. 20 مايو 2009 الدخله اللي عملوها اعضاء الجروب في مباراه طلائع الجيش في الدوري على استاد الكليه الحربيه. 21 يوليو 2009 مباراه السوبر ما بين النادي الاهلي وحرس الحدود، وعلى نفس الاستاد الالتراس بيعمل دخله باساطير النادي الاهلي. 13 اغسطس 2009 على ملعب مختار التتش مباراه وديه بين الاهلي والانتاج الحربي، وبيحصل برضو اكشن شماريخ من الجمهور. 23 سبتمبر 2009 دخلت التراس اهلاوي في مباراه بترول اسيوط في الكليه الحربيه. 26 اكتوبر 2009 على استاد القاهره دخلت التراس اهلاوي في مباراه انبي. 19 أكتوبر 2009 مباراة المنصورة دخلت الأهرامات ومكتوب 107 بطولة شمس لا تغيب عنها البطولات. 8 فبراير 2010 على استاد غزل المحلة والبايرو شو الحدث الأقرب لجمهور الأهلي، أكشن شماريخ وقنابل دخان تاني بس المرة دي كانت هنا بقى في المحل. 12 فبراير 2010 وعلى استاد القاهرة مباراة اتحاد الشرطة، والعدد بيكون قليل بسبب اللي حصل قبلها في ماتش المحلة، وكان قبلها أصلا إن الحكومة منعت دخول البانر الرسمي للجروب في ماتشات القاهرة، فبيعملوا دخلة كده على الضيق عبارة عن كلمة جو. 23 فبراير 2010 على استاد القاهرة قدام طلائع الجيش الالتراس بيعمل دخلة مخصصة لثابت البطل حارس الاهلي السابق رحمة الله عليه في ذكرى وفاته برسالة ستبقى في قلوبنا. في نص مارس وفي اسيوط وقبل الاستاد بكام كيلو الداخليه بتنزل الجمهور من الاتوبيسات وبيفتشوهم وبياخدوا الاكل والشرب، ومش بس كده دول بيعمل لهم ممر مخصوص عشان يعدوا فيه وبيضربوهم وبيعتدوا عليهم بالعصيان وغيره، وكل الكلام ده مثبت بالفيديوهات زي ما انتم شايفين كده. 29 مارس وعلى استاد القاهرة في ماتش بتروجيت الجمهور بيعمل دخلة احتفالا بالفوز بالدوري ال 35. 2 ابريل 2010 مباراة جانرز في دوري الابطال الالتراس بيعمل دخلة الاب الروحي الشهيرة وهم راسمين وش صالح سليم. 11 ابريل ماتش الاتحاد على استاد القاهرة التراس اهلاوي وديفلز بيجتمعوا مع بعض وبيعملوا دخلة احتفالا بذكرى تأسيس النادي بعنوان 103 عام في حب النادي الاهلي. 29 ابريل مباراة المنصورة على استاد القاهرة وبنشوف دخلة تالتة شمال بعرض المدرج كله. 26 مايو 2010 اليوم اللي مفيش زملكاوي هيحب يفتكره والدخله الاشهر في تاريخ الديربي، وهي دخله مزبله التاريخ، وقصتها ان قبل الماتش الامن بيقعد مع بعض اعضاء المجموعتين بيقول لهم عايزين نهدي الدنيا والدخلات تكون لذيذه ويكون في روح رياضيه في التشجيع، يعني اكنه بيقول لهم كده العبوا مع بعض يا اولاد. وهنزور اللعيبه لارض الملعب ووقت رفع الجمهورين للتيفو بنلاقي تيفو في المدرج السفلي في الثالثه شمال عباره عن كلمه التراس اهلاوي. قال لك فل قوي كده خلاص كلنا نزلنا بالتيفو والامور تمام. هوب يلاقوا التغفيله التمام من التراس اهلاوي، وبنلاقي فجاه التيفو القديم بيتسحب عشان ينزل تيفو تاني مختلف تماما مقسوم لنصين، نص يمين ونص شمال. على الشمال مرسوم لوجو الاهلي القديم والجديد ومكتوب فوقه نادي الوطنيه، وفوقه مرسوم علم مصر القديم وقت تاسيس النادي عام 1907. وعلى اليمين بقى حاطين لوجو الزمالك بالمقلوب ومكتوب نادي المختلط للانجليز فقط، وجنبها كلمه مزبله التاريخ، وفوقهم علم انجلترا وسط سباب وشتايم من جمهور الزمالك لجمهور الاهلي، ونسمع كلنا الجمله المشهوره الحقنا يا اسماعيل بيه. وطول
وطول الفترة دي كان بانر التراس اهلاوي الرسمي هو تالتة شمال بالانجليزي او بالفرانكو يعني، قبل طبعا ما تتغير بعد كده للعربي. بس الامن بياخده في ماتش مزبله التاريخ، فالالتراس بيعمل بانر تاني بنفس الكلمه برضه بالفرانكو، بس الشكل بيكون مختلف شويه. وبالمناسبه الوايت نايت قال في الفتره دي انه خد البانر من جمهور الاهلي، بس ده ما حصلش طبعا يعني عشان هم زوروا وقتها بانر تاني. 21 ديسمبر 2010 مباراه حرس الحدود، وعلى استاد القاهره الجمهور بيرفع الهتافات اللي بيهتفها وبيرفع لافتات كتير ليها، ومنها لفته يوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد. 10 يناير 2011 مباراه السكه الحديد والبايرو شو اللي عملوه جمهور الاهلي وقتها، عشان قبل الثوره بكام يوم مباراه وديه ما بين الاهلي وكفر الشيخ على ملعب مختار التتش، وفي حضور التراس اهلاوي وبيشجعوا فريقهم وبيولعوا الشماريخ وقت المباراه بعد الهدف اللي جابه الاهلي، وبيشتموا في الزمالك كالعاده، اذ فجاه تلاقي الامن وسطهم هو عايز ياخد الشماريخ ويقبض على العيال اللي ماسكه الشماريخ دي. وطبعا عشان شعار الالتراس معا للابد قال لك لا، وقلبوها ساحه معركه، حرفيا معركه مع الامن، وخلوهم يندموا على اللحظه اللي طلعوا فيها المدرج. بس اللي يضايق وقتها ان كان في ستات في المدرج، واكيد انضروا بالموضوع ده بشكل من الاشكال يعني، وبيحصل ضجه كبيره وقتها على الجمهور. بعدها بايام الثوره بتقوم في مصر وبينزل الالتراس للميدان، وان كده كده زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان مبدا الالتراس هو الحريه دائما وابدا، وكان سبب من اسباب نجاح الثوره هو تواجد التراس اهلاوي، لانهم عارفين ازاي يتعاملوا مع الوضع وازاي ينظموا نفسهم المجموعات والحوارات دي. النشاط بيقف في مصر، بس الاهلي بيكمل في افريقيا، وقبل ماتشاته في افريقيا بيلعب ماتشات وديه على ملعب مختار التتش، وبيبداها بماتش الترسانه يوم 23 فبراير، والالتراس بيهتف لشهداء 25 يناير وبيرفعوا صورهم كلهم قبل الماتش، وتحتها جمله كتبتم بدمائكم الحريه لبلادكم. 26 فبراير وبعد خطاب التنحي والحوارات اللي حصلت وقتها في تونس وليبيا، الالتراس بيعمل دخله الحريه في ماتش وادي دجله الودي اللي كان على ملعب مختار التتش برضه، وبيكتب جمهوريه شمال افريقيا الحره، عشان يجي يوم 2 مارس في نفس الملعب وقدام الحرس في ماتش ودي. الالتراس وقتها بيعمل دخله باسم الاهلي، ولكن دخله لحد ما 3 دي عشان هي كانت على مرتين اتش ومره ال واي، وتحتها جمله 4 حروف كتبوا الانجاز. ويوم 6 مارس ماتش المقصه الودي على نفس الملعب، دخله نسر الاهلي ولوجو التراس اهلاوي بنفس الجلدات، وبيكتبوا تحت الدخله نو اند، وبيولعوا قنابل دخان كتير في المباراه وشماريخ. وفي نفس اليوم بيعملوا الاولد سكول كمان عشان الالتراس يعمل رقم قياسي 5 دخلات في 12 يوم بس، انت متخيل؟ وكان كل ده هو بروفا للي هيحصل في المباراه الجايه، وهي مباراه سوبر سبورت في دوري ابطال افريقيا، عشان التراس اهلاوي بالاشتراك مع التراس ديفلز بيعملوا لنا دخله وقتها هزت مصر كلها واتكلم عنها العالم كله، دخله بعرض الملعب كله، هي دخله نسر الاهلي كامل حرفيا. الدخله اللي قبل كده كانت نسر الاهلي على خفيف، دي بقى بعرض المدرج كله، المدرج كان مليان، وفوقها رساله مكتوبه حل اعلى بحريه يا نسر نادي الوطنيه. تيفو خطير، انت متخيل ان العدد ده كله في الوقت ده في 2011 بعد الثوره يعمل الحوار ده غير البايرو شو بقى اللي بالشماريخ اللي كان شغال طول الماتش. بعدها ماتش ودي في التتش قدام الانتاج الحربي بيتغنى وقتها اغنيه الحريه وكم اغنيه كده. 13 ابريل مباراه اتحاد الشرطه في استاد القاهره، الالتراس بيعمل دخله احتفالا بذكرى تاسيس الجروب تحت عنوان في مثل هذا اليوم خلقت حركه الالتراس في مصر. 29 ابريل بيحصل شغب في مدينه بورسعيد من التراس اهلاوي تحت عنوان جمهور الاهلي يدمر بورسعيد. 3 مايو 2011 مباراة الأهلي والجونة، ودخلة كانت عبارة عن مانشيت أو صفحتين كده من جورنال، الأولى بتقول الجزيرة تأبى خروج الدرع، روح الفانيلا الحمراء هتحسم الدوري، والتانية بتاريخ 19 إبريل سنة 1996 بتقول هزة عنيفة للأهلي في المنصورة، تعثر الأهلي يبعده عن الصدارة ب6 نقط، ومكتوب تحتها رسالة على مر السنين الأهلي لا يعرف المستحيل. وبرضه بيحصل مشاحنات واشتباكات ما بين الألتراس والأمن، وكالعادة الألتراس بيقعد يشتم فيهم. 8 مايو مباراة ديسكو يونايتد في استاد القاهرة، وبتعاون التراس اهلاوي مع ديفلز بيعملوا دخلة تيفو اتوبيس الاهلي بعنوان وراك فين مطروح، وبعدها الملعب بيقلب بايرو شو عظيمه اللي ما اتعملتش قبل كده في العالم، وهي عباره عن بايرو شو داير ما يدور للشماريخ حوالين الاستاد كله اكنهم في حلقه نار. 12 مايو الاهلي والاتحاد على استاد الاسكندريه، دخلت التراس اهلاوي امه واحده وطن واحد لا للفتنه. 16 مايو مباراه الاهلي ودجله، الالتراس بيحتفل بذكرى ال6-1 في دخله رايقه الحقيقه، وراسمين وشه جوزيه وجنبه رقم 6. 21 يونيو مباراه انبي في استاد القاهره، دخلت اهلاوي ورساله لن اغادر اليوم حزينا في الملعب 11 مقاتل. 25 يونيو الاهلي والاسماعيلي في استاد القاهره، ودخلت التراس اهلاوي متعوده دايما دخله مبدعه بعرض المدرج كله وتنظيم رايق على المنجويه، عشان بعدها ب4 ايام يوم 29 يونيو 2011 وقدام الزمالك اهلاوي بيبدع وبيعمل دبل تيفو، يعني دخلتين
الأولى للساحر والدجال، وهي عبارة عن 2 قُرع راحوا للدجال فاكرين البطولات بالسحر والأعمال، والدخلة التانية هي عبارة عن كلمة هِل وعرض المدرج وفي نُصّها شيطان، ومكتوب البعض يمتلك ذاكرة سمك فينسى أنه قزم أمام المالك، وحرفيًا ما اكتفوش بكده ده كمان عملوا بايرو شو بشماريخ رهيب جدًا طول المباراة. 3 يوليو الأهلي وسموحة، الألتراس بيعمل دخلة للعيبة وبيكتب فوقها بطولة قاتلتم من أجلها، الجمهور أصر على حسمها. 10 يوليو قدام المقصة تيفو مبدع ومكتوب فوقه بالبلدي مش بالأمريكاني خد ده وأنا قاعد مكاني وافهم أنت بقى، وبيحتفلوا برضه بالأولد سكول لأن خلاص الدوري اتحسم رسميا للأهلي. 12 أغسطس 2011 وفي تعاون ألتراس أهلاوي مع ديفلز مباراة مولودية الجزائر في أفريقيا وبيعملوا لنا دخلة إمبيرور العظيمة. 22 أغسطس الألتراس بيحرق علم اللي ما يتسموش في التتش. 6 سبتمبر مباراة الأهلي وكيما أسوان وهجوم ألتراس أهلاوي على وزارة الداخلية للنظام السابق، وقبل نهاية المباراة بيهاجموا داخلية النظام الحالي وقتها، واللي مش بيسكت على ده عساكر الأمن المركزي اللي بالفعل بيقتحم المدرج وبيشتبكوا مع أفراد ألتراس أهلاوي وبيقبضوا على حوالي 25 مشجع منهم، وبعدها الألتراس بيقطع طريق صلاح سالم كله، والأمن بيرفض إن أتوبيس النادي الأهلي يتحرك من الاستاد قبل ما الحوار ده يتفض، واتقال إن أفراد الأمن ضربت رصاص حي على الجمهور واتصاب منهم ناس، ولكن بعدها طلع إشاعات بتكذب القول ده وبيقولوا إن دي عبارة عن مسدسات صوت لتهدئة الوضع لا أكتر، والموضوع خلص على 118 مصاب وقتها من الطرفين. 16 سبتمبر في ماتش الترجي أهلاوي بيعمل تيفو كامل بعنوان الحرية للألتراس، وكانوا قبلها بكام يوم بيحيوا ذكرى محمد عبد الوهاب في المدرج برضه. 14 أكتوبر مباراة الحرس في استاد الإسكندرية، الألتراس بيعمل بايرو شو على طريقته عشان تنور مشمع أعظم نادي في الكون. 23 أكتوبر الأهلي والجونة استاد القاهرة وتيفو جمهوره ده حماه. 2 نوفمبر مباراة الأهلي والداخلية في الدوري بيتمنع حضور الجمهور بسبب الأحداث اللي بتحصل في الفترة اللي قبلها، ومع ذلك بيروحوا للممرات وبيهتفوا للنادي الأهلي وبيشجعوا بأعلى صوتهم وبحماس وبيهزوا الملعب كله لدرجة إن الصوت بيروح لكابتن محمود بكر الله يرحمه معلق المباراة وقتها، واللي بيقول لك هو ده اقتحام ولا ساوند هم حاطينه ولا إيه، قبل ما بيعرف إن الجمهور كان في الممرات. انا سامع صوت في الاستاد، ايه الحكايه؟ هل هو ساوند ولا ايه، ولا ناس، ولا اقتحام؟ يا لو كان اقتحام، ان الصوت ده من بره، الناس جايه بره الملعب وايه باين على ده عامله ساوند ولا ايه؟ 7 نوفمبر في استاد المقاولين العرب مباراة الأهلي وإنبي، والألتراس بيرفع مشمع بندافع عن الحرية يا اتحاد الحرمية وبيولعوا شماريخ كبايرو شو كده عشان يظهروا الكلمة. وفي ديسمبر وفي مظاهرات محمد محمود بيسقط الشهيد المهندس محمد كاريكا كشهيد للحرية. وفي مباراة الأهلي والمقصة بعدها بأيام وعلى استاد القاهرة الألتراس بيعمل دخلة بصورته ومكتوب جنبها شهيد الحرية، ووقتها مانويل جوزيه بيلبس تيشيرت على صورة محمد كاريكا وبيأذر فيها الجمهور وواقف جنبهم كمساندة، وده يعتبر موقف فريد من نوعه. ووقتها في المباراة الألتراس بيهب في الداخلية وفي النظام كالعادة. 31 ديسمبر 2011 مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة وعلى استاد غزل المحلة والشغب اللي حصل وقت المباراة وإلغاء المباراة، والموضوع ده كنا اتكلمنا عنه في فيديو مجزرة بورسعيد اللي نزل من أسبوعين بس، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن. 6 يناير 2012 مباراة الأهلي وطلائع الجيش ودخلت ألتراس أهلاوي بالأبيض والأسود وكلمة كيان الأحرار باللون الأحمر. 14 يناير الأهلي وسموحة دخلت الألتراس بتاعة الدوري ليس للمعاقين حتى لو استخدمتم مصباح علاء الدين. 18 يناير الأهلي واتحاد الشرطة والتيفو الشهير بتاع ACAB وغير بقى لافتات المباراة كلها والشتايم، عشان يجي يوم 28 يناير مباراة الأهلي والمقاولين العرب على استاد القاهرة، المباراة اللي هاجم فيها الألتراس كل رموز البلد، داخلية وعسكر ونظام اللي هو كان العسكر يعني وقتها وكل حاجة، عشان بعدها بثلاث أيام بس في الأول من نوفمبر عام 2012 وفي مدينة بورسعيد مباراة النادي الأهلي والمصري البورسعيدي، والحدث اللي بيحصل وبيغير أحوال الكرة في مصر 180 درجة لحد النهاردة، مجزرة بورسعيد، واللي زي ما قلت لكم من شويه اللي انا اتكلمت عنها في فيديو قبل كده من حوالي اسبوعين نزل، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن او في الاي اللي هتظهر لكم هنا او هنا. خلص الفيديو ده وروح اتفرج على الفيديو لو فاتك. الكرة بتقف في مصر وبيتمنع حضور الجمهور الا في ماتشات المنتخب وماتشات افريقيا اللي بيلعب فيها الاهلي، والالتراس بيقاطع بعدها المدرجات لحد ما يجي حق الشهداء. يوم 7 ابريل 2013 مباراة تذكر الكيني على استاد برج العرب في دوري الابطال، التراس اهلاوي وديفلز بيعملوا دخلة 3D لن ننسى ولن نسامح، وبيعلقوا صورة رمز من رموز البلد وبيطالبوا بإعدامه، وبعدها بينزلوا بتيفو تاني مضمونه تاريخ حافل بالوطنية والنضال
عظماء ويستكملوا 74 شهيد، وبعده تيفو ثالث اللي هو منبع النضال بألوان النادي الأحمر والأبيض، وكمان تيفو رابع اللي هو المجد للشهداء بالأسود والكلمة بالأصفر، وبيكملوها بقى بقنابل الدخان والشماريخ طول المباراة. 22 يونيو مباراة الأهلي والجونة وغناء أغاني الألتراس مع تيفو مدرجاتنا ملك للجمهور، وبايرو شو بقنابل الدخان والشماريخ. 24 يوليو مباراة الأهلي والزمالك على استاد الجونة في الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري الأبطال، ماتش اللي بيخلص 1-1 بهدف محمد أبو تريكة من ضربة جزاء، وبعد الهدف على طول بيتعمل الأولد سكول وبنشوف الشماسي والبلالين والأغاني طوال المباراة. ومن قبل المباراة تيفو أخيرا وبعد طول غياب أضحوكة القرن السنوية. 31 أغسطس مباراة الأهلي وليوباردز على نفس الملعب، والحضور الجماهيري المميز بنفس الشكل بتاع ماتش الزمالك وبنفس الروح والحيوية في التشجيع، ورفع البانر الخاص بشهداء بورسعيد نيفر فورجيت بجانب البانر الرسمي لأعضاء الجروب. 10 نوفمبر 2013 اياب نهائي دوري ابطال افريقيا على استاد المقاولين وقدام اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، الفريق اللي هزمك على ملعبك في استاد الجونه 3-0 في دور المجموعات. مباراه بحضور 35,000 متفرج، والالتراس مش هيعدي الليله كده من غير حاجه، وبيعملوا تيفو 3 اشكال، وفوق رساله لا موت هيكسرنا ولا سجن هيمنعنا، افريقيا يا اهلي، وتحت بانر وي ار ايجيبت جنب البانر الرسمي للجروب وبانر نيفر فورجيت. وعلى مدار المباراه الالتراس حاضر بصوته وعامل بايرو شو بالشماريخ وقنابل الدخان، والمباراه بتنتهي طبعا بفوز النادي الاهلي بالبطوله الثامنه في تاريخه. 1 فبراير 2014 في الذكرى الثانيه لمجزره بورسعيد وعلى استاد مختار التتش، التراس اهلاوي وديفلز بيحيوا ذكرى شهدائنا، ويبداوا كلهم يرسموا المدرج ويعملوا تيفو للشهداء كلهم شهيد شهيد باسمه وصورته، وتحتها رسالة كتبتوا بدمائكم أسماءكم في التاريخ شهدائنا وسام على صدورنا. وبعد ما بيخلصوا صور الشهداء بيرفعوا رقم 74 وبعدها جملة لن ننسى، عشان 20 فبراير 2014 مباراة السوبر الأفريقي ما بين الأهلي والصفاقسي التونسي، وعلى استاد القاهرة وكالعادة أهلاوي وديفيلز بيبدعوا وبيرسموا أول رسمة 3D تقريبا في الوطن العربي بالحجم ده، وهي عبارة عن جول تريكا في الصفاقسي في نهاية 2006. ومش بس كده، دول رسموا الجول بالمعنى الحرفي، رسموه بأدق التفاصيل، وكاتبين تحتها جملة مشهد أول لن تنسوه ولن يتكرر لاعتزال الأسطورة وسيتكرر كلما وقفتم أمام بطل أفريقيا. وبيكون في بقى بايرو شو أكشن شماريخ طوال المباراة، والأهلي بيكسب الماتش 3-2 واللعيبة بتحتفل مع الجمهور. 8 إبريل 2014 احتفالية دوري الهاند بالأولد سكول وسط حضور جماهيري مميز لأعضاء الجروب. 13 إبريل نهائي كأس الهاند بول ما بين الأهلي وهليوبلس وحضور مميز لأعضاء الجروب بأعلام الأحمر والأسود. بعد نهاية المباراة بيكرروا الأولد سكول والمرة دي احتفالا مع اللعيبة والبطولة. الأول من سبتمبر الجمهور بيعمل دخلة رهيبة في الصالة المغطاة بيهاجموا فيها الداخلية وراسمين مشجع وهو بيغني وكاتبين تحتها من الغناء لا يوجد مفر، ستصرخ ثم تنازع ثم تموت. بعدها بأسبوعين تقريبا في نفس الصالة المغطاة بيرفعوا صورة لعم حسين رحمة الله عليه كبير مشجعي النادي الأهلي وبيكتبوا تحته علمت أجيال التشجيع يا رمز جمهور الأهلي، شكرا عم حسين. 6 ديسمبر 2014 نهائي الكونفدرالية، الأهلي سيو سبورت استاد القاهرة، ساعتها التراس أهلاوي بيعمل أعظم دخلة في العالم كله تقريبا، دخلة السبع لغات، جملة واحدة مترجمة 7 لغات ب7 دخلات، وهي جملة الكرة للجماهير. انت متخيل الجمهور رفع 7 جلادات مختلفة ل7 لغات مختلفة وكلهم في نفس الوقت والتنظيم، وكان اخرهم اللغة العربية وفوقها رسالة بكل لغات العالم يمكن تفهمه. تيفو ما حصلش ومش هيحصل. وبعدها بيعملوا بايرو شو اكشن شماريخ طوال المباراة، والمباراة بتخلص في البلاس 90 بهدف عماد متعب الشهير بالراس عرضية وليد سليمان. الاول من فبراير 2015 الذكرى الثالثه لمجزره بورسعيد، التراس اهلاوي وديفلز بيكونوا موجودين في ملعب التتش وبيحيوا الذكرى للمره الثانيه على التوالي بهتافات ولافتات هجوميه على الامن والاتحاد والدوله، ويغنوا اغنيه حكايتنا ووجود رساله مشمع من قتل يقتل ولو بعد حين، وبيطالبوا باعدام نفس الرمز اللي طالبوا باعدامه في ماتش تذكر الكيني. وبعدها بسنه في 2016 في الذكرى الرابعه للمجزره وعلى نفس الملعب بيحيوا برضه الذكرى بصور الشهداء تحت رساله وما زلنا رجال، وتحتها كلمه مكملين وبيغنوا نفس الاغاني. 20 ابريل 2016 مباراه الاهلي ويانج افريكانز وعلى استاد برج العرب، مباراه الاياب في الدور الثاني لدوري ابطال افريقيا، الاهلي لو كسب يصعد لدور المجموعات، وفي حضور مميز لالتراس اهلاوي. وفي الدقيقه 92 المباراه 1-1 الملعب كله بيترج بهتاف التالتة شمال جمهور يحرك الصخر. عشان بعدها بثلاث دقايق وفي اخر دقيقه من وقت البدل الضايع عبد الله السعيد بيشوط كرة بدماغه على حدود المنطقه عشان يعلن فوز النادي الاهلي بالمباراه وصعوده رسميا لدور المجموعات. 17 اغسطس 2016 وبسبب سوء النتائج ومشاكل الاداره مع الجمهور بيقرر النادي نقل التدريب خارج الجزيره خارج مختار التتش لملعب خارجي في فرع من فروع النادي، لكن الالتراس مش بيسكت وبيروح وراهم وبيشتم اللعيبه وبيقول لهم قولوا الحق، وخصوصا حسام غالي بيشتموه وبيسبوه، وده طبعا اللي بيأثر عليه وبيتعصب جامد. عماد متعب بيهديه وبيروح يسكت
ضحكة الجمهور لكنهم مش بيسكتوا وبيكملوا عليه. حسام غالي وقتها بيرفض إنه يكمل تمرين، الألتراس بيلف وبيروح ناحيته وبيهتفوا ضده وبيحاولوا إن هم يحدفوا عليه حاجات وعايزين يقتحموا الملعب ويضربوه، وبيحاولوا فعلًا إن هم يقتحموا في الملعب وواحد منهم بيضرب صاروخ عشان يفرّق الناس، وفي ثانية إلا ثانية بيقتحموا كلّهم الملعب في مشهد غريب جدًا، كلّهم بيتجمعوا حول حسام غالي بالشماريخ وبالشتايم وبحاجات كتير، والناس اللي بتتفرج وبتصور بيقولوا هُم فين الإدارة، فين الأمن من اللي بيحصل ده، ما حدش عارف يتصرّف، ما حدش عارف يتدخّل، وفاكر تقريبًا وقتها بعد الموقف ده حسام غالي مشى من الأهلي راح النصر السعودي قعد سنة ورجع، بس طبعًا التصرُّف ده ما يصحّش، أنت شتمت حسام غالي وسبّيته وهاجمت الإدارة وهاجمت اللعيبة شتمتها كلّهم، ما كانش له لازمة خالص إن أنت تخش الملعب، أنت ليه أصلًا تعمل كده؟ تخش وتضرب وتشتم، يعني كفاية بجد، أنت داخل هدفك إيه؟ داخل أنت عايز تعمل إيه لمّا تدخل؟ خلّيك أنت كده منظرك أنت معروف منظر آخرك تشتم، تهاجم، تعمل الكلام ده، لكن ما توصلش إن أنت تضرب كمان اللعيبة، يعني كمان وقتها حصل إصابات تقريبًا كان عمرو جمال اتصاب وقتها من الحوار ده، فموقف يعني ما يصحّش خالص إنه كان يحصل ولا الموضوع يتطور للحاجات دي. 7 ديسمبر 2016 وفي الصالة المغطاة المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي وقتها كان قايم يقول كلمته عشان افتتاح بطولة أفريقيا للسلة، لكن الجمهور ما بيخلّوش يتكلم وبيهتف ضده وبيقول له جمهور الأهلي ما بيتهدّدش، وده بسبب تقريبًا إنه حَط أمن في المدرج وفي شوية من الجماهير اتمسكت في ماتش اليد حاجة زي كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح 16 ديسمبر نهائي البطولة وأصر جمهور الأهلي إنه يحضر المباراة وعملوا دخلة بجلادات أحمر وأخضر وأصفر في صورة ليهم لبطل أفريقيا مع صور اللاعبين وهم شايلين البطولة. 23 أكتوبر 2017 مباراة النادي الأهلي والنجم الساحلي في إياب نص نهائي دوري الأبطال. مباراة الذهاب خلصت 2-1 بهدف صالح جمعة. نيجي مباراة الإياب ألتراس أهلاوي عاملين ملحمة في المدرجات وبيعلقوا بانر 1907 وبانر نيفر فورجيت جنب البانر الرسمي للجروب وفوق المدرج بانر تالتة شمال، والمباراة بتخلص بفوز كبير عريض 6-2 للنادي الأهلي عشان الأهلي يصعد للنهائي، ويوم 29 أكتوبر يلعب مباراة الذهاب قدام الوداد في نفس الملعب والجمهور برضه بيبقى بنفس الحيوية والتشجيع والحماس وبيعملوا بايرو شو شماريخ وقنابل دخان، والمباراة للأسف بتخلص 1-1 وبنروح هناك المغرب بنخسر البطولة. 6 مارس 2018 آخر حضور رسمي لألتراس أهلاوي داخل مصر، مباراة منال الجنوبي على استاد القاهرة. الأمن بيسمح بحضور 5000 مشجع فقط وبيقعدهم في الدرجة الثانية، وقتها الجمهور بيهتف ضد الداخلية والنظام وبيغني أغنية الحرية. عشان يجي يوم 9 مارس 2018 كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيسلم الأمن جميع البيانات الخاصة بالجماهير اللي حضرت ماتش منانا عشان أغلب المشجعين دول يتقبض عليهم. 3 إبريل بيان ألتراس أهلاوي اللي بيناشدوا فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يعفو عن المشجعين ويرجع الجمهور تاني للمدرجات عشان يجي يوم 24 إبريل 2018 وعلى صفحتهم على الفيس الألتراس يعلنها رسميا تم تجميد الجروب لأجل غير مسمى. ويوم 16 مايو وبعد تجديد حبس المشجعين الجروب بيحرق البانر الرسمي الخاص بيهم، وطبعا ألتراس ديفلز كان حل الجروب وحرق البانر الرسمي الخاص بيهم يوم 19/5/2015 قبلها ب3 سنين عشان دي تكون نهاية روابط مشجعي الأهلي داخل مصر. وبس يا سيدي انتهت قصة ألتراس أهلاوي داخل مصر، وأكيد وسط اللي أنا قلته ده كان الألتراس حضر ماتشات تانية أنا ما قلتهاش وما ذكرتهاش وعمل حاجات تانية وماتشات بقى في الألعاب التانية غير كرة القدم، وأكيد كمان حضروا بره مصر طوال الفترة دي كلها، لكن أنا ركزت بس في فيديو النهاردة على الحاجات المميزة اللي حصلت في عهد الألتراس من 2007 ل 2018. سؤال الحلقة بقى وده أنا سايبه ليكم انتوا تجاوب عليه في الكومنتات، هل الألتراس مجرد مشجعين محبين للنادي الأهلي بيلفوا وراه وبيروحوا في كل حتة وراك فين ما نروح وعمري عشان الأهلي يهون ويوم ما بطل أشجع هكون ميت أكيد، ولا الألتراس يصنف كبلطجية وكإرهابيين زي ما الجماعة إياهم دول بيقولوا؟ هستنى ردكم في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقة فتقديرا للمجهود اللي أنا بعمله ما تنساش لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس خلي على كل الإشعارات عشان يوصلك كل فيديو جديد في ميعاده، وتعالى بالمرة على التيك توك بنزل هناك ريلز بشكل شبه يومي تقريبا، وقولوا لنا عايزين الحلقة الجاية عن إيه. وبس كده كان معاكم عمر هاني من قناة حدوتة من المدرج، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سلام.